هنعمل بقى حاجة جديدة النهاردة. هبتدي بس معاكم الأول باللحمة. دي لحمة مفرومة حوالي يعني كيلو. هبتدي بقى أتبلها. هحط عليها فلفل أسود، بقدونس مجفف، بهارات لحمة، السبع بهارات، ملح. دي مية بصل مش بصل. هحط شوية كده على اللحمة وهبتدي بقى ايه امزج الحاجات دي مع بعض. هبدأ بقى ايه امزج الخليط ده كويس. بسم الله. كده انا مزجت كويس. هبتدي احط ايه دبس رمان. احط كمية كده كويسة. همزجه بقى دلوقتي مع بعض كويس. كده خلاص، كده الحشوة بتاعتي جهزت. هنركنها بقى على جنب وبعد كده نكمل بقية الخطوات. دلوقتي انا هعمل كده عجينة عشان احط فيها اللحمة المفرومة. عجينة سهلة جدا. هحط فيها ايه بقى عليها ايه الاول. هحط شوية بقدونس مجفف. انا عايزة طعم العجينة ذات نفسه يكون طعمه حلو. هحط كمان شوية ملح. هحط شوية بيكنج باودر، حبة بسيطين كده. كيس خميرة فورية. هحط سكر. ده بقى ايه بصل. بس دي المية بتاعته. مفيش اي حاجة. انا مصفياها تاني، عدت تصفيتها تاني وانا بفضيها على العجينة. هديها بقى تقليبة كده، امزج المكونات واحدة واحدة كده. ده بقى لبن. هضيف كمية مش كتير لان انا هكمل عجن بمية. ضفت طبعا حوالي ربع كوباية لبن كده وهبتدي امزج كويس. وهنكمل عجن نشوف هتحتاج قد ايه مية. دلوقتي بقى هبدأ ايه احط لها مية تدريجي كده واخلطها لغاية اما اوصل للمستوى اللي انا عايزاه. خلاص كده العجينة خلصت. ما شاء الله، شايفين العجينة تحفة جدا. انا بس عملت شوية زيت بسيطة في مكان العجن وحطيتها تاني. وهغطيها بقى بفوطة وهسيبها في مكان دافي لغاية ما تخمر. بسم الله. العجينة ما شاء الله بقت جميلة اهيت. شايفين الجمال. انا دلوقتي بقى هقسمها اتنين عشان هعمل طبقة فوق وطبقة تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده بقى نص العجينة معايا. هبتدي بقى ايه ان انا افردها. بسم الله. هفردها يبقى سمكها رفيع خالص، عشان كده انا مختارة صينية المخبوزات اللي هي الكبيرة. دلوقتي بقى انا شغالة بفردها بالبطاطا كده لغاية ما اوصل للمستوى اللي انا عايزاه. انا مش عايزاها سمكها سميك، انا عايزاها سمكها يعني اقرب للرفيع. دلوقتي انا فردت اول طبقة. هعمل ايه بقى؟ هعملها بالشوكة كده. انا مش عايزاها تتنفخ معايا في الفرن، لا انا عايزاها الطبقة تبقى رفيعة كده، لان لسه هفرد طبقة اللحمة. دي اللحمة بقى اللي احنا تبلناها مع بعض. هبتدي بقى ايه افردها هنا، احطها في النص وهفردها. بسم الله. دلوقتي بقى فردت الحشوة بتاعتي اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها. دلوقتي بقى هضيف الجبن. هبدأ الاول بالجبنة الشيدر. هوزعها برضو توزيع عشوائي. احط جبنة موتزاريلا. هضيف بقى زيتون مخلي زي اللي احنا بنحطه على البيتزا كده.
كده تمام. خلاص انا كده بقى هشيلها وهبتدي بس افرد الطبقه اللي هحطها فوق، وهنكمل بقيه الخطوات مع بعض. دي بقى الطبقه اللي فوق انا هفردها، هحاول بقدر الامكان افردها على هيئه دايره عشان اقفل بيها بقى الوش بتاع الفطيره اللي احنا عاملينها دي. دلوقتي انا فردت الجزء اللي فوق، هبتدي بقى احطه على الطبقه، اغطي بيه. بسم الله. هبتدي بس كده اعمل لها شكل. بصوا هقفلها كده، امسك واعمل كده اهوت. بصوا بقى قفلناها اهو. هبتدي بقى بخله زي دي كده يا جماعه، واتكي كده، يعني اعملي ثقوب كده فيها بحيث ان هي ما ترتفعش معاكي. دلوقتي بقى هدهنها كده من فوق بالزيت كده، حاجه بسيطه خالص بالفرشه، وانا مشغله الفرن على درجه 180. هحطها على الشبكه، مش هشغل الجريل يا جماعه دلوقتي غير لما تستوي. ده لو احتاجت، ممكن ما تحتاجش، ممكن من حراره الفرن اصلا تبقى خلاص خدت الوش اللي انا عايزاه من فوق. يلا بينا بقى على الفرن. خلاص ما شاء الله خرجت من الفرن. نعمل بس حاجه بسيطه بالفرشه كده وميه، وهمشي على وشها او ببخاخه يعني فيها ميه، وتبخي عليها بس، وبعد كده هنغطيها بفوطه. خلاص حطيت عليها الميه زي ما قلت لكم، هغطيها بقى بالفوطه واسيبها كده بتاع 5 دقايق، من 5 دقايق ل10 دقايق، وبعد كده نقطعها. خلاص انا شلت من عليها بقى الفوطه، وهبتدي بقى ان انا اقطعها معاكم. هطلع بقى السلايد ده ونشوف شكله ايه. بسم الله. ومش محتاج السكينه اصلا، ما شاء الله. تحفه. طبعا تاكلوه سخن، يعني هو دلوقتي برد شويه، تاكلوه سخن وهو طالع لسه سخن، وممكن تسخنوه في الميكرويف او الفرن. انا دلوقتي سبته يبرد، فانتي يعني انا بحب اكله سخن، فانتي ممكن تسخنيه في الميكرويف او الفرن عشان لو حابه تاكليه سخن. عايزه اوريلكوا جوه اهوت، منظر تحفه اصلا، واللحمه مستويه يا جماعه ما تقلقوش، رائعه ما شاء الله. اللحمه هي باينه خالص مستويه تحفه زي الفل، والعيش طبعا تحفه. فبألف هنا وشفا، وصفه ناجحه جدا وحلوه. يا ريت بقى تجربوها وتقولوا لي ارائكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.